التطبيع مع اليهود أمر جائز في الدين، ليس عندي في هذا شك أبدا. وقد طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، وأقام معهم التبادلات التجارية، وباع واشترى منهم، وأقام معهم وأقاموا معه في المدينة. وإن كان القرآن يقول أن اليهود هم أشد كرها للمسلمين وأشد عداوة، ولكن القرآن ما فرق أبدا في التعامل ما بين اليهود والنصارى، وهو يسميهم أهل كتاب. وما فعله رسول الله في المدينة من التطبيع مع اليهود فيه مرتكزان اثنان فقط. أريد أن أستصحب هذا التاريخ لنفهم القضية المخفية عنا اليوم، ولنفهم قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني في إطارها الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع مع اليهود في المدينة على إقامة العدل، لا يوجد ظلم ولا خيانة ولا غدر ولا قتل ولا ظلم لأحد،